البنات كديري لاباس عليكم. اليوم غنديرو مع بعضياتنا الثوم مجفف اللي كيكون ساهل عندنا. ممكن انايا هنايا فركتو واحد شويه عر في واحد المنديل، بحال كنحاول نحيد القشره على ما كنقدر، وداكشي اللي تبقى ليا غنخليه ماشي مشكل القشره ديالو. هنايا غنجفو بطريقه اللي مزيانه بزاف ساهله وبسيطه. هنا غناخذ واحد الاشواخ، ممكن تاخذوا اما بحال هكايا حكاكه ولا شي حاجه. حنايا ما غنفتفتوش بزاف، غير شويه كيف ما غتشوفوا معايا. وهكا غنصايبوا به ان شاء الله بودره ديال الثوم اللي كتبقى مده صافي. كما كتشوفوا انا ما كنيلوش كامل، يعني ما كنخليش كيف ما غتشوفوا معايا بحال هكا، يعني كيولي عار نص نص بحال هكا، يعني مفرتت عار شويه صافي. من بعد غنديروا هنايا هاد اللاطه اللي كتدخل للفرن، وغنزيد الكميات الاخرى. هذه طريقه سريعه وكتبقى يعني ما كنيلوش بزاف حتى كيولي فيه الماء ولا شي حاجه، عير بحال هكا صافي. وغنكبوه هنايا وكنديروا الفران، اما كنشعلوا عليه حتى كيسخن لينا، اما من بعد ما كنطيبوا في الفران كيطفى الفران كتبقى عير هذيك السخونيه ديالو هي اللي غنخدموا فيها. كندخلوا هاد الثومه ديالنا حتى كتنشف، يعني كيكون الفران طافي عاد كتنشف فيه الثومه حتى كتبرد اللاطه صافي. كنخرجوه بحال هكا. انا غنوريكم كيف ما شفتوا درنا هنايا في الفرن اللي كيكون طافي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما تحمر لينا هاد الثومه في الفران بحال هكا على هاد الشكل، كنخليوها حتى كتحمر بحال هكا كتولي ناشفه. يعني عاد كنديروا عليها يعني عارف الصاد ديال الفران، كل مره كنطيبوا حتى كتولي عندنا بحال هكا على هاد الشكل ناشفه مزيان صافي. دابا غندوزو نطحنوها. بغيتو تطحنوها في الاشواخ، يعني بغيتو تطحنوها في الماكينه ديال التوابل باش تخرجوها زعما تنيلوها اكثر. انا هنايا غير انا هرمشها شويه ونخليها. صافي من بعد ما كملنا الكميه كامله اللي عندنا كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. يعني كنحتفظوا بها في شي قريعه ديال الدجاج، كتبقى لمده طويله وكتجي زوينه بزاف. كنصبوا بها كاع الاطباق اللي بغينا، في نفس الوقت كنخزنوا بها الثومه. نتمنى يتنال الاعجاب ديالكم وجربوها. الناس كديرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا باحسن صحه وعافيه ان شاء الله. اليوم غنديروا مع بعضياتنا طريقه تخزين الثوم الا كان عندنا بكميه كبيره، ولا بغينا نسهلوا علينا يعني كيفاش كناخذوا الثومه ديالنا.
غنوريكم اليوم طريقه سهله وكتبقى يعني مده طويله، ممكن تبقى حتى العام في الفريكو، ولا بغيتو ديروها في الثلاجه يعني كتبقاو تاخذوا منها يعني مده اللي طويله. كيف ما كتعرفوا، اول حاجه عندنا هنايا الثومه اللي قشرناها، عندنا شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه. غناخذ الثومه غنطحنوها، ممكن تطحنوها في اي يعني الا بغيتو. انا هنا ديال الاشواغ كنطحنوا الثومه يعني رقيقه. هكا مني كنشوفوها قربات يعني تكمل الطحين ديالها، كنزيدوا عليها واحد القبيصه ديال الملح كتحافظ لينا على هاد الثومه، يعني واحد نص معلقه صغيره ديال الملح. وكنردوا البال يعني في الطياب ديالنا، كنعرفوا باننا ضفنا واحد شويه ديال الملح، ما يعني قليله بزاف. بحال هكا نكملوا الطحين حتى كتولي عندنا الثومه ديالنا قريبه البوماد. صافي كتشوف كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. الثومه يعني كتكون رقيقه بزاف. كنضيفوا معاها واحد المعلقه حتى المعلقه ونص ديال زيت الزيتون. بحال هكا غديروها في علبه بلاستيكيه. على هذا الشكل. صافي غنضيف واحد القطيره ديال زيت البلديه من الفوق. صافي بحال هكا كتحتفظوا بها يعني لكم لمده عام واكثر في المجمد. كتشوفوا الطريقه الثالثه للتخزين، هي ابسط طريقه ممكن نحتفظوا بها خارج الثلاجه، كتبقى من شهر حتى شهرين. بحال هكا عندنا الثومه بحال هكا فصوص، كنحاول نفرقوهم على بعضياتهم، وناخذوا اي قرعه ديال الزيت بحال هكا اللي كتسد مزيان. صافي غنعمروا هاد القرعه. صافي على هذا الشكل عمرناها كامله وكنسدوا عليها بحال هكا. كتبقى معنا هاد القرعه اللي فيها الثومه، يعني كتبقى محتفظه على النكهه ديال الثومه وما كتخسر ما والو مده من شهر حتى شهرين، يعني في مكان جاف يعني في الكوزينه ديالكم. بحال هكا كنكونوا وريتكم يعني طرق بثلاثه تاع التخزين تاع الثومه.